خلاص رسميا النادي الاهلي والنادي الزمالك في نهائي السوبر المصري لعام 2026 على ملعب محمد بن زايد بعد فوز النادي الاهلي على نادي سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش لنادي سيراميكا كليوباترا، لكن الماتش خلاص خلص والنادي الاهلي في النهائي، وربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام، وهيقابلوا في النهائي زي ما قلنا النادي الزمالك اللي تفوق النهارده على نادي بيراميدز بركلات الترجيح. فوز النادي الزمالك اللي بيعود النهارده لاحمد عبد الرؤوف بعد ربنا سبحانه وتعالى، احمد عبد الرؤوف اللي لعب لعبه ذكيه النهارده ومشيت معاه. طبعا ما تغلطش نفسك، احنا كلنا كزملكاويه عارفين الفروقات الكبيره اللي بيننا وبين سكواد بيراميدز، ده بخلاف ان نادي بيراميدز دلوقتي ما بقاش بيراميدز بتاع زمان، النادي اللي كان بيجيب لعيبه ومدربين ولكن بلا روح، او نادي ما كانش عنده شخصيه البطل، فعشان كده دي اللي كانت بترجح كفتك عليه. لا، النهارده انت بتلاعب نادي بيراميدز بطل افريقيا، بطل السوبر الافريقي، واصل نص نهائي كاس الانتر كونتيننتال، ففي فروقات كبيره قوي واضحه ما بين سكواد نادي الزمالك وسكواد نادي بيراميدز، ده بخلاف الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك حاليا، رحيل المدير الفني يانيك فيريرا واسناد المهمه للمدرب العام احمد عبد الرؤوف، ده بخلاف نبيل عماد دونجا افضل رقم 6 عندك في نادي الزمالك اللي من غيره نص ملعب الزمالك بيبقى سداح مداح، ده بخلاف استبعاد الحارس الاساسي واصابه افضل لاعب في نادي الزمالك حاليا خوان بزيرا، فالكابتن احمد عبد الرؤوف بصراحه كان في موقف لا يحسد عليه، فزي ما قلت لك الراجل لعب لعبه ذكيه كده ومشيت معاه، فالراجل لعب معاهم على التحفظ الدفاعي وقدر يقتل خطورتهم الهجوميه ولعب على التحولات وحافظ على شباكه نظيفه في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني حاول يخطف الماتش ولكن ما جاتش معاه، ده بخلاف طبعا اصابه عدي الدباغ مهاجم الفريق واصابه محمود بن تايج، ولما ما جاتش معاه رحنا للبلان بي وهي ركلات الترجيح، ركلات الترجيح اللي بيتقل كفتك فيها محمد عواد عن احمد الشناوي. احمد الشناوي هو حاليا افضل حارس في افريقيا، ولكن محمد عواد بيتفوق على احمد الشناوي في حته ضربات الجزاء، وده بالفعل اللي صنع معاك الفرق النهارده، بعد ما محمد عواد قدر يتصدى للركله الخامسه ولكن احمد الشناوي ما قدرش يتصدى ولا ركله جزاء، فكل اللي اقدر اقوله ان الكابتن احمد عبد الرؤوف لعبها بذكاء في ظل الظروف الحاليه المحيطه بنادي الزمالك، الظروف اللي انا واحد من الناس بتفائل بيها جدا لما بتحوط نادي الزمالك قبل اي بطوله. طول عمر نادي الزمالك وهو داخل على بطوله وواقف على رجله تخاف منه، انما لو داخل على بطوله متكعبل ومكلكع والدنيا معاه بايظه تعرف انه ممكن يعمل حاجه وتعرف انه ممكن يفاجئك، وايه الجديد يعني؟ ما نادي الزمالك طول عمره معودنا على المفاجآت، فالحمد لله على الفوز وربنا يوفقنا في اللي جاي، واحب اقول لك ان هي دي الطريقه تيبيكال اللي هنلاعب بيها النادي الاهلي في النهائي، ولكن مع النادي الاهلي انت لو لعبت بالطريقه دي ففرصك في التحولات هتكون احسن لان دفاع النادي الاهلي زي ما كلنا عارفين دفاع هش، مش زي دفاع نادي بيراميدز. انت النهارده عملت تحولات على دفاع نادي بيراميدز، ولكن نادي بيراميدز عنده نص ملعب بخط دفاع زي ما قال الكتاب، انما النادي الاهلي عنده خط دفاع ضايع، فلو لعبت معاهم بنفس الطريقه دي وقدرت تقتل خطورتهم الهجوميه ولعبتهم على التحولات فخط دفاعهم هيسمح لك بالطريقه دي قوي، وهتقدر تضرب دفاعهم بكل سهوله وممكن تخطف جون وتخطف التاني كمان، بس طبعا كل ده متوقف على ان الدنيا تبقى ماشيه معاك وحظك حلو، فالله المستعان في اللي جاي، وباذن الله كل التوفيق لنادي الزمالك في نهائي السوبر المصري، وان شاء الله نرجع من الامارات وفي ايدينا الكاس. اشوف وشكم على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.